اوعى تفكر ان في حد مرتاح. اوعى تفكر ان انت الوحيد اللي عندك مشكله. عارف ان عندك مشكله كبيره. انت ربنا يعينك ولكن انت لو فكرت في كل البشر اللي حواليك، ما في حد خالي من الهم. عارف ما كانوا بيقولوا ما فيش حد خالي من الهم حتى جلوع المراكب. يعني ما فيش حد خالي من الهم. عارف كانوا بيقولوا كده زمان برضه، لو جات البلاوي والمشاكل اللي في الدنيا اتحطت في مكان، وراحوا جايبين البشر اللي في الدنيا كلهم عشان كل واحد يختار بلوه، عارف هيحصل ايه؟ والله كل واحد هيشيل بلوته. كل واحد هيروح ياخد بلوته فقط. ما هو مش حمل البلوه التانيه. هو عارف البلوه التانيه عواقبها ايه؟ لا مش عارف. ابعادها ايه؟ هو اعتاد على دي. هو اشتغل على دي خد معاها وادى معاها، وهي خدت معاه وادت معاه، واعتاد على مشكلته. مشكلتك اللي انت شايفها قد الدنيا دي والله اهون كتير من حد تاني عنده ابتلاءات. ممكن يكون مشكلتك لها حل، ممكن بمجهود منك، ممكن بحبة صبر منك، ممكن بحبة لجوء الى الله مشكلتك تتحل. في غيرك اعرف يقينا ان مشكلته بلاش حل، مشكلته مش منتهية. تخيل ان يعني احنا مش عايزين نعد حاجة، ولكن ربنا يعافينا جميعا. تخيل ان واحد مثلا ابنه ربنا مبتلي ابنه بمرض ما فيش منه شفاء، كانسر او يعني انت متخيل؟ انت ربنا معافيك من دي، قول الحمد لله. عندك بلاوي، عندك مشاكل، عندك هموم، مقر بيها. ايوه انت عندك وانت عندكم مشاكل، لكن في غيركم في اكتر، في غيركم في مشاكل اكتر. انا عاوزك تقول الحمد لله. كلمة الحمد لله اللي ربنا ما كرمهاش بعيل زي حد دلوقتي، في غيرك ربنا كرمه بعيل وباتنين. والله ممكن تكون الام دي بتتمنى ان ربنا ياخدهم من كتر المرض اللي هم فيه. ممكن يكونوا نازلين معاقين، ممكن يكونوا مشلولين، ممكن يكونوا عندهم مرض هيفضل عندهم ضمور اللي هو يتعذبوا سنه واثنين وثلاثه واربعه وفي النهايه هيموتوا. انت اللي ربنا مضيق عليك في مالك شويه، في غيرك ربنا مص عليه في المال ولكن والله ما يعرف ياكل طبق الفول اللي بتاكله. حبه الطعميه والفول والبدنجان بتوع اول اليوم دول والله ما يعرف ياكل، والله ما يعرف ياكل، ولو كانوا بياخد علاج. انت احمد ربك على اللي انت فيه، والله انت في نعم. في ابتلاءات وفي مشاكل وفي ضغوطات، لكن في الاخر انت في نعم. اوعى تجحد نعمه ربنا عليك، اوعى ربنا ما يشوفش منك يوميا مليون مره الحمد لله، الحمد لله يا رب، انا في نعم يا رب. انا يا رب لو سجدت لحد اخر لحظه في حياتي لن اوفي الله حقه. كلنا يبقى عندنا اليقين ده، عندنا الايمان ده، عندنا العقيده دي. ما ينفعش حد مع اقل ضغطه كده احنا يا رب واشمعنى انا والابتلاء. يا جماعه مش كده، يا جماعه مش كده. انت ضير بس وشك كده مره ولا قفاك كده مره هتلاقي الابتلاءات متلونه. الابتلاءات الوان وانواع. انت قول الحمد لله. اللي عندك قليل والله، انت ما تعرف تشيل بلوة جارك. انت تعرفها ما تعرفهاش، لان اللي ربنا اللي ستره. لكن لو اتكشفت قدامك هتقول ربنا يعافينا يا رب. لو مشيت بعربيتك ولا على رجليك ولا بتاع ولقيت واحد على الطريق هتقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، لان انت ما انتش حمل تبقى في المكان ده. فانا عاوزك بدل ربنا يختبرك ويجعلك انت عبره لغيرك، الحمد لله ان ربنا يعني خلاك انت تتعظ من غيرك بدل ما يبقى انت العبره. فانت قول الحمد لله، ارضى بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس. ارضى والحمد لله. في غيرك عنده ابتلاءات كتير، الابتلاءات الوان وانواع. ما في حد على ظهر هذه الارض غير مبتلى، ما فيش حد على ظهر هذه الارض غير انه عنده ابتلاء 2 3. ابتلاء في المال، في الاولاد، في قله الاولاد، في قله المال. الابتلاءات انواع، لكن في كل الاحوال لازم تقول الحمد لله. السلام عليكم.